لا أعتقد أننا قريبين أبدا للوصول إلى اتفاق في جدة، وهو عن أي تفاوض ترينا لو تلاحظي أو تتابعي المفاوضات سواء في جدة سواء دول جوار السودان سواء في الإيجاد، هو يوافق على الجلوس في كل المفاوضات، وهذا دليل على أن موقفه على الأرض ضعيف. اليوم يريد أن يقول في 72 ساعة إذا تم تسليم أنا موافق. هو وفده في جدة أيضا للمفاوضات، لكن الجيش من البداية يتحدث عن أنه لن أجلس إلى تفاوض إلا بشرط، والشرط معروف في الإطار الأساسي، وهو خروج قوات الدعم السريع من منازل الناس ومن المناطق الحيوية ومن الخدمات العامة، وبالتالي وهذا شرط مشروع. كيف لي أن أجلس مع شخص وهو ما زال مختبئ في منازل الناس ويستعمل البشر دروع بشرية؟ أستغرب من كل الذين يدافعون عن الدعم السريع ومستشاريهم وضيفك الموجود أننا يعني نملك أو نستحوذ على 90% من الخرطوم، وفي نفس الوقت يقول أن هناك مساجين يخرجون وهم الذين ينهبون. وأين أنتم وأنتم تسيطرون على 90%؟ ألستم الآن تقولون أنكم تسيطرون على البلد؟ أمنوها إذا كنتم تريدوا تأمين الناس. يعني بالفعل بعد 100 يوم من الحرب في السودان كل يوم الدعم السريع تزداد أكاذيبه بشكل غريب، ولم يستطيع أحد من الإعلام الجيش السوداني أن يناهض الدعم السريع. إذا كان منتصر في هذه المعركة فهو منتصر بأكاذيب مستشاريه. الذي يحدث على الأرض غريب جدا، وهم يخرجون يدافعون بهذه اللهجة. أمن الناس، أمن المواطنين، طالما أنت يعني أنت يعني مسيطر على 90%. شكرا جزيلا حميدتي يا أستاذة نوران، معلش، حميدتي نفسه يتحدث داخل جنوده، لم يستطيع أن يمر في الشارع ويقول لك أننا أستحوذ على 90% من العاصمة. إذا للأسف انتهى الوقت. صباح موسى، للأسف انتهى يعني الوقت. أتحداه لو هو خرج في شوارع الخرطوم ورآها أحد من المواطنين، أتحداه.